خامنائي أنت خادم، أنت عدو لله ولرسوله، أنت قاتل أطفال المسلمين، أنت قاتل طفل الرضيع في كربلاء، أنت أشد من يزيد وأحقد وأحقر. أين أنت؟ أين أنت عن غزة؟ أين أنت عن أطفال فلسطين؟ هذا السلاح الذي تعده في لبنان لمن؟ لا تقل لي أنني وأنني 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 وأنني. الأعذار، أعذار الخونة نعرفها. أنت اليوم مسؤول أمام الله عن كل طفل في غزة أنت تقتله، قبل الصهيوني وقبل الأمريكي. لو أنك حركت الغزة هنا، أنا لبناني وأنا هنا في بعلبك وأنا أطالب، أنا مستعد أن أموت وكل من أحب في الدفاع عن غزة وفي الدفاع عن أطفال غزة. قبحكم الله. وأنا متأكد لو يعرف الأمريكي ويعرف الصهيوني أنك ستسمح بتحريك الجبهة في لبنان لتوقفوا عن غزة. توقفوا عن غزة. أهلي في غزة اصمدوا. كل التهويل لن يزيلكم. التشيع منهم بريء، الإسلام منهم بريء، محمد منهم بريء، علي بن أبي طالب منهم بريء. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء محمد، أعداء علي. إياكم أن تصدقوا أنهم ينتسبون لهذا، بل يختبئون. هذا الحاكم في طهران عدو لمحمد ولعلي، هذا يبتدع تشيعا ليس له علاقة بأهل البيت. هؤلاء كذبة فجرة أعداء لأمة محمد، يستأنسون يفرحون بقتل أطفال المسلمين. أنتم طيب أنتم الأثمان اللي دفعت في سوريا وفي العراق، مئات ألوف الذين قتلوا على أيديكم وأيدي حلفائكم في سوريا وفي العراق وفي اليمن. لو دفعتم قليلا في فلسطين، لا عم تحسبوا انه لا ظروف ما بتسمح بسوريا تهاجموا اهلنا الابرياء المعترين يحاكمهم هذا القرد اللي ساكن كيف؟ قولوا لي. انا اخاطب لشباب المقاومه، انا اعرف كثير منهم جيدين وطيبين، ممكن لا حول لهم ولا قوه. ايها الاخوه اعلموا ان طاعتكم لهؤلاء معصيه عظيمه وخيانه لامه الاسلام، وانه يجب ان نحرر قبضه لبنان من قبضه هؤلاء وتكون بقبضه اهل لا اله الا الله. يجب ان نحرر فلسطين. يجب ان نحمي الامه من كل مكائد الخونة والمجرمين. إياكم أن تصدقوا هذه السخافات التي تجري في لبنان إطلاقات نار. هذه مدروسة مع الأمريكان والصهاينة وطهران، مدروسة ده بشكل كامل لخداعي وخداعكم. يا أيها الأشراف، أنتم في يوم من الأيام كنتم صادقين، وإن شاء الله لازلتم كنتم صادقين. يجب. وأقول حال أنا بقول لك يا خامنائي، أخيرا ستخرج الأمة كلها تصرخ: ارحل عنا، ارحل عنا أيها الخائن، ارحل عنا يا من بعتنا لكل أعداء الله في الأرض ولكل شياطين